اكتشفت مخزن سلاح في الكسرين ومعناتها وتم القبض على الارهابيين، تم اطلاق سراحهم وانت احالوك على التقاعد الوجوبي. جمهورنا يحب يسالك لاباس ولا لا؟ مانيش لاباس. ماكش لاباس، احكي لنا على ايمت هذيك. نبداو سي نوفل. انا من عندي عام وشهر نحب نلقى جواب على سؤال ما لقيتوش لتوا لليوم، انا بحثك ما لقيتوش. علاش انا نتحدى التقاعد الوجوبي؟ على خاطر خدمنا ولا على خاطر فما حاجه اخرى؟ لقيت جواب بركه، معناها خرجوا سي خالد طروش في يوم ما خرج قرر فما مجموعه نتاع ضباط عندهم ملفات فساد في العهد السابق وراهو خرجناهم. معناها هنا احنا وقتها ديجا طرحنا سؤال قلنا اذا كان عندك حاجه حيلها للعداله، لكن هذا ما نعرفش انا مش واقع، مش خاطر ثم ناس حتى ما خدموش من برا من الزملاء اللي خرجنا هذوما. ديجا موجود كوميونيكي خرجوا هو في راديو كريمه. انا قلت لهم اذا كان انا وخرجت لهم في افريل 2013 قلت لهم اذا كان عندكم ملف نتاع فساد نحكي له روح خاطر خرجنا مجموعه مع بعض نحن كل الزملاء، لكن انا كشخص اذا كان عندك حاجه خلينا نمشوا للعداله. بالكلمه هذيك مسح تاريخ معناها خدمه انسان 22 سنه. تو يحكوا جماعات ارهابيه وتتنقل في ليبيا واسلحه ودرا شنو. انا الموضوع هذا حكيناه في 2011 معناتها كان تبعنا التقارير وكان فهمنا الخيوط وكان شفنا السلاح اللي عرفناه في سيدي بوزيد وفي الشعامبي وغيره، راهو كنا نجموا نفيقوا بهم من قبل. معناتها كنا نضربوا الارهاب من اللي مازال يحضر قبل ما يكبر. معناتها احنا هو لو كان ما عرفتش ما جات فتره معينه ثم خرجت مجموعه كامله تاع امنيين، اطارات امنيه خرجتهم من الداخليه معناها بين شرطه وحرس تقريبا 91 واحد خرجت مع بعضها كوادر معناها مديرين عامين خرجوا مع بعضهم. هما يقولوا كلهم ملفات فساد، لكن ملفات فساد حتى واحد متعدى على العداله مبدئيا اللي ما نعرفهم انا جوست ما بتدر يمكن ما نعرفهمش، اما اللي نعرفهم انا لحد واحد متعدى على العداله. انت رفعت قضيه سي كمال ولا؟ رفعت قضيه المحكمه الاداريه لحد الان ما فما حتى جواب نتاع وزاره الداخليه يقول اللي وزير الداخليه له الحق باش معناها يخرجك التقاعد الوجوبي من غير ما يعطيك علاش العسكريون وقوات الامن الداخلي. هي اما المحكمه الاداريه تنجم تحكم مازالت، لكن سامحني المحكمه الاداريه حكمت لطفي القلمامي ابتدائيا واستئنافيا وهناك مازال برا. حكمت جده كيف تاخذ الحكم بعد تنفيذ هذيك مشكله اخرى. المهم يجي الحكم معناتها انت توا رافع قضيه وتستنى في الحكم ان شاء الله. معناتها كيما المحكمه الاداريه من وقت من عليه كانت تحكم زاد وما يصير شيء واحكامها ما تتنفذش. بالنسبه لك انت حاسس انه عقوبه ليك على الاكتشافات هذه نتاع مخزن الاسلحه؟ على خاطر ما فماش حتى حل اخر، ما فماش حاجه، ما عنديش حتى شيء. بالنسبه لي انا عندي قبل الثوره وسام الشرف موجود هنا، ومن بعد الثوره عندي وسام شرف. قبل ما يخرجوني قبل ما نخرج بشهرين مشيت مثل تونس في روما في مؤتمر دولي اورو متوسطي معناها حدث فيه دول معناها نتاع البحر المتوسط هكا اللي نتاعك. ومن بعد فجاه اكتشفوا انك معناها انا كنت شريف حتى قبل ما نعرفش قبل ما يخرجوا برقيه معناها، ومن بعد ما ملي اكتشفت السلاح وليت ما عادش شريف. هو سلاح وبرشا حاجات واضح. ان شاء الله يا ربي ينور الحق. شكرا لك سيد العقيد كامل وهيبي تصفيق.